هاي الطريقة. نعم. ليش يعني اكو محكمة واكو يعني كثير. بعدين النساء شنو ذنبهم؟ النساء ليش يعني ليش دا اقتل النساء؟ هل من الرجولة ان تقتل امرأة؟ وحد الان اسال هذا السؤال اني بعد مرور كم سنة على هذا الحدث ولحد الان المرأة تقتل. هل من الرجولة ان يقتل الرجل امرأة؟ هل من الرجولة ان يرفع الرجل ايده ويضرب المرأة؟ ما اعتقد هذا رجال في يوم من الايام. نعم. يعني ولو احنا ما ردنا نقهرك الله لا شاهد. بس انا فعلا انقهر على هذا العمل. يعني هو تعرفين امتحان يعني لا اكثر ولا اقل. أي. بدون تعميمات يعني بشكل خاص. أي. نظرة حزن في عيني سمر محمد. هي حياتي عبارة عن حزن. والله مع العلم يعني عيونه تخبل. الله يخليك. زين. الله يخليك. ليش يعني؟ ولو احنا العراقيين كنا ترى بعيوننا هو حزن. حتى اغانينا حزن، حتى نعم. كل حياتنا حزن. اني يعني كثير ما يعني أنا جايبني حتى اقهر المشاهد لو افرحه. لا يريد يعرف ليش. المشاهد عنده فضول. اني كان عندي ولد وكان هالواحد واصاب بالسرطان عمره 12 سنه وتوفى وعمره 15 سنه. فهاي نظرة الحزن بقت طول هاي السنين لا رحمة الله يا ربي. بس الله عوضني والحمد لله الحمد والشكر لله بزهراء. والشكر لله ما أعطى والله ما أخذ. قميص يوسف يشغلني دائما. ليش يشغلك قميص يوسف؟ يعني شلون ما وصلتني. شو اسم المسلسل؟ قميص من حلق الذيب. من حلق الذيب. نعم. شنو أثره في مسيرتك الفنية؟ إذا أقول لك أنا طول المسلسل أبكي فعلا، لأنه هسه هذا الموقف اللي ذكرته أنه أنا فقدت بالمسلسل أيضا المتزامنة كانت الحالة مع أنه أنا عندي هالواحد وأيضا فقدته. فأعتقد اشتغلت يعني من شلون يكونوا بكل صدق وبكل إحساس وكل نعم. المشاهد اللي صورتها كان بكاء حقيقي. وفي يوم من الأيام أتذكر صورت مشهد واني ابكي بيه، والمشهد اللي بعده اكون طبيعيه واكو ابتسامه على وجهي وريلاكس فما قدرت اصور المشهد الثاني لان اني يستمر البكاء مالتي اكثر من ساعه. نعم. ودموعك يعني جدا عزيزه علينا. الله يخليك. واحنا يعني مو قصدنا الله شاهد. اي لا انت حاسدني. حاسد طاوع شلون طلعها من عندي؟ يحبوك الناس ولا انا ابكي مرتين؟ هسه راح نقول هاي 3 مرات بكيت. اوكي. هسه اليوم اقول لهم لاهلك انه هو ما يحبني دا يعاندكم. والله ما ادري عاد لان انتم تحبوني يعني فهو يعاندني. نجي الميثم. الشكل الاشقر الجميل اللي ربي ديما يطول عمرك. الله مدى تاثيره باختيار المخرجين سمر محمد؟ اهم له تاثير. يعني في بعض الاحيان يقولون سمر ما نقدر ننطيها شخصيه ريفيه لانه سمر عيونها ملونه او يعني شقره. بس دائما نقول لهم احنا 3/4 اهل العماره والناصريه عيونهم خضر ويعني وشعرهم اشقر. ف الشخصيات المسيحيه تقريبا اذكر بفيلم بغداد حلم وردي الاستاذ فيصل ياسري انطاني دور امراه مصلاويه لان انا اساسا مصلاويه والشكل ايضا قريب من هاي الشخصيه. فايضا يعني عملت ويا استاذ فيصل بفيلم بغداد حلم وردي. يعني اثر باغلب طبعا ياثر طبعا. نعم. يعني عطفا على هذا الكلام مدى تاثيره يعني نسبه التاثير عند المخرجين يعني كان طاغي؟ لا هو انا الشخصيه يعني هسه حاليا من المخرجين تشعرين انه شكل سمر محمد لم يقف حائلا امامه؟ لا كثير من المخرجين لا كثير من المخرجين ما وقف حائل هذا الشكل. كم اسم؟ حسن حسني، عزام صالح، فارس طعمه. نعم. اكرم كامل. نعم. كثير من المخرجين اللي هم يعني ما كان عندهم هذا الموضوع. نعم. بعدين عملت أنا كثير من المسلسلات التاريخية وأيضا ما كان هذا الموضوع يعني إنه شكل يعني شجرة ما يصير أو لا ما لها علاقة. نعم. جزئين حلوة كانوا يجيبوني. كل شيء يصير. نعم.
لو علي اطيش دور البطله في كل مسلسل. لا هو هالشكل. نجي الود. أكرر ترحيبي بيك ست سمر. طبعا كل احنا عندنا توجهات وميول ومواقف يعني اتجاه بعض القضايا العامة. سمر محمد، هل يعني رؤيتك شو مواقفك اتجاه هذه القضايا العامة كان إلى أثر باختيارك لبعض الأدوار والشخصيات؟ اكيد اني لما اشوف عمل يمس المواطن العراقي احب اعمل به، لانه اني يعني اني عملي هو عباره عن رساله لخدمه الناس. فاذا اني هناك اعمال تخدم هذا المواطن وتقدم له الشيء الجيد، بالتاكيد اني يعني اشتغل بها. زين، صاروا تقاطعت بعض الاعمال مع قناعتك؟ والله اكو كم عمل اني يعني رفضت السنه الماضيه لانه مو قناعتي، لكن ظرف البلد العام هو ما يخليك تكونين بجرأة وتقدمين كثير من يعني عمل جريء الى درجه انه انت يمكن منها سمر فيني ما اقدر اقول منها انه يعني يمكن حضرتك تشوفيني بالشارع تقولي لي والله ست سمر يعني انا ما كنت اتصور تاخذين الشخصيه، احنا تعودنا عليه شيء واحنا تعودنا مثل ما صار ذئاب الليل. نعم، ذئاب الليل كثير من الناس اللي يعني المواطنين قالوا يعني احنا متعودين عليه شيء غير شخصيه. نعم. فشلون اخذتي ذئاب الليل؟ دور ممتاز جدا، بس هو دور ممتاز طبعاً. جدا. فاني كان يعني ردي لهم في وقته حاليا هو احنا عباره عن رساله نشوف المشاهد الصح ونشوف الخطا. نعم. حتى يعرف انه هذا الخطا وين راح يوصله والصح وين راح يوصله. فهذا كان ردي لهم في وقتها، والحمد لله الناس حبتها للشخصيه يعني ما كرهتها. أنا تعبتك وياي نجلاوي. سيف أنا أحبك ومستعدة أضحي أكثر وأبقى للنهاية، بس بلا طلعي ويا الشرطة. خلينا نبتعد عن هذا المكان نستقر ضمن بيت شراي. نجلة، اللي يريد شيء يعوف شيء، وأنا وعدتك بكل شيء، بس أحلامك عندي تعتمد على شغلك. نجلة لا تصيري عقبة بخوفك وترددك، لا تهدمين حالي. خلاص سيف، خلاص ما أهدم حالي. نعم. ست سمر، يعني عطفا على سؤال ود، صادف انه رفضتي ورق. نعم. اي دا اقول لها رفضت، اني رفضت لانه قلت لك يعني بعيدا عن، انا قصدي بعيدا عن موضوعة الظرف الامني وغير الامني، لا يعني بسبب اختلاف قناعاتك مع ما موجود بالورق. اي يعني اي، بس عفيني ما اقدر اقول منو. نعم، منو؟ ما اقدر اقول. اي يعني السنه الماضيه رفضت عمل، واللي قبلها ايضا رفضت عمل، لانه يعني ما تولدت القناعه عندي انه اعمل إذا فيها. تسمح لي سؤال سمر، دائما نلاحظ انت الادوار اللي تاخذينها تكون ادوار الاجتماعيه، بحيث تكونين يعني الادوار بتكون شعبيه الشعبيه أكثر. شو السبب؟ والله هاي اختيارات مخرج، يعني ممكن انه ينطيني استقراطيه، وممكن ان ينطيني امراه شعبيه، وممكن ينطيني يعني اني هالسنه صورت عملين، والعملين اني امراه من العماره. تحسيها انه قريبه لشخصيتك انت؟ لا، هي الناس يحبوها، الناس يحبوها اكثر يعني. بعدين انا يعني احب الشخصيات الشعبيه، لان هو يعني اني يعني اتذكر يمكن الاستاذ المحله نعم. فترجعك لهاي الايام، المحله والجيران والاصدقاء والطبخين، وتودي لهم ويطبخون ويجيبوا لك، يعني هاي الحميميه اللي هسه مفقوده. فاني احبها بهاي الشخصيات. نعم. نعم. ست سمر، ماكو غيرك يسأل. ماني المحور. عندي 3 أسماء. نعم. كل اسم اريد تعليق بسطر. نعم. اذا سطر ونص. نعم والله. كارلو هارتيون. كارلو هارتيون، تحياتي له والله يعطيه الصحه والعافيه يا ربي. اريد كارلو هارتيون كمخرج وممكن كممثل ايضا، يعني لحقتي عليه كممثل؟ اي لحقت عليه كممثل. ممثله وياه؟ لا، ممثله وياه. كيف توصفي لنا اياه بسطر؟
كارلو هارتيون من المخرجين الطيبين، واللي من يجي للموقع يعرف شو يريد يسوي، نعم. وباله من اول ما يعني بعد ان ينتهي من قراءة العمل باله شنو اللي يريد يسويه، نعم. وين يريد يوصل، وينفذ كل يعني ما عنده مشكلة بالاشياء يعني، بس مشكلته فيما اذا هو انطى اوردر واجى ما لقى الشيء جاهز. نعم. فهي هو من حقه طبعا ان تصير عنده مشكله. اني يعني استغرب انه حاليا هذول المخرجين الكبار ما يسند لهم اعمال في الوقت الحاضر. نعم. وايضا بسطر واحد المنعطف. المنعطف اني شكل انعطافه بحياتي لانه انا كنت جديده في بغداد. وانا اعمل مع يعني مخرج مثل جعفر علي، مو سهل، او اعمل ويا الله يرحمه مثلا طعم التميمي او الاستاذ سامي عبد الحميد، هاي الاسماء الكبار، واني ابنيه عمري مثلا 18 سنه وجايه من الموصل ويسند الي دور في هكذا فيلم، كان فد شيء كبير بالنسبه لي. نعم. ومثل ما سمعنا انه واحده من تجاربك الاخيره، وان شاء الله ما تكون الاخيره، مع فيصل الياسري. كانت بعد المنعطف مباشرة كان إلي. كيف توصفين لنا فيصل الياسري؟ هسه أوصف لك هي. أول عمل عملته ويا فيصل الياسري كان فيلم الرأس. نعم. ومثلت به شخصية سورية وتتكلم اللهجة السورية، وعملت وياه بغداد حلم مردي. نعم. الأستاذ فيصل ما مرت عليه السنين كأنما. نعم. يعني بقى هو اللي اشتغلت وياه في فيلم الرأس اللي شفته نفسه هو أستاذ فيصل في فيلم بغداد حلم وردي. أيضا من المخرجين اللي أنا أتمتع بالشغل وياهم. وبعدين المخرج من يكون يعرف شنو اللي رايده. نعم. إذا أنت تكون مرتاح والسيت كله مرتاح. واني يعني كانت هاي التجربه الثانيه لي وياه، التجربتين ممتعه بالنسبه لي. نعم. ممتاز، بالتوفيق ان شاء الله يا ربي. ولو لي هسه ما شفنا الفيلم. الله كريم. نعم سادتي المشاهدين، مستمرين معاكم والنجمه القديره سمر محمد. نروح فاصل وراجع. هذه عودة جديدة والنجمة القديرة سمر محمد في ضيافة ملتقى الديار. يا 100 مليون تريليون هلا. يا أهلا بيك، بس على كيفك وياي. نعم ست سمر، صح وخطأ، وبإمكانك أن تصححين الخطأ بسطر واحد. سمر محمد تقول: وسامتي كانت إحدى أسلحتي في مسيرتي الفنية. مستحيل. صلحي لي. لأنه أنا عمري ما اعتمدت على هذا الشيء، والله يرحمه أستاذي الشفاء العمري أول ما علمني وقال لي توقفين على المسرح تنسين شكلك، بدليل أنه أنا لحد الآن من أشوف المسلسلات مالتي القديمة أو المسرحيات أقول معقولة أنا هذا كان شكلي؟ يعني عمري ما فكرت بشكلي أنا كممثلة، والممثل إذا اللي يعتمد على شكله فيعتبر فاشل. نعم. حبي للموسيقى أحد أسرار دخولي للفن. تقدرين تجاوبين. نعم. أنا أخويا كان موسيقي، فإذا متربية ويا أخويا اللي هي يعني أعتبرها عائلة فنية. نعم. فكان هو موسيقي فأميل للموسيقى. عنده ابن أيضا يعني الملحن والموزع الموسيقي نشوان طلال. فالبيت عبارة عن موسيقى كان إلى يعني أن غادر. نشوان ابن
ابن اخويا ما شاء الله مشهور عن نشوان. الحمد لله. أي. تحياتي الى حبيب قلبي البارحه تحياتنا حكيت إليه، وياه. نعم. فالبيت كان يعني بوجود نشوان لانه اني ربيته بعد ان توفى ابوه. البيت كان عباره عن موسيقى. لما غادرنا نشوان وسافر فشوف ايش قد مأساة يعني تقول لي. نعم أي. بس يعني شلون أيضاً- اسالك عن الموسيقى تروحين على ايضا القهر. نشوان فقدت الموسيقى من البيت. نعم. لكن زهراء الحمد لله والشكر يعني اذنها موسيقيه صار زين ست أصبح. سمر ما طول اكو موسيقى يعني اكو غناء تغنين؟ لا انا صوتي ما حلو ابد؟ ابد. بالمطبخ؟ حتى من اغني كان نشوان يقول لي عمه تو ما عندك. ما زلت ابحث عن دور بطوله مطلقه 100%. صحيح. الحمد لله والشكر يا ربي. صح. نعم. نرحب بالضيف الجديد يا نور. اهلا وسهلا. نعم. طبعا نرحب بحضرتك ضيفة كريمة ببرنامج ملتقى الديار، ونحب نعرف 3 محطات مهمة في مسيرة سمر محمد، مسرحيا، تلفزيونيا، سينمائيا. أنا كثير من الأعمال اشتغلت مسرحيا، لكنه يمكن أقول لك البداية هي اللي تترك علامة بداخلك، اللي هي أوديب مليكا ويا أستاذي المرحوم شفاء العمري. نساء لوركا أيضا، يعني كثير نعم. محطات أعدتهم كلهم أستاذ. نعم. تريدني؟ لا يعني بس وحدة ما معقولة، وحدة ما معقولة وحدة. اعطينا بس وحده. اوكي. انطيك اوديب لانه بدايه مسيرتي الفنيه. من الاعمال التلفزيونيه مناوي باشا، تحياتي للاستاذ علي صبري والاستاذ فارس طعمه. حمامه خاتون، يعني لحد الان الناس بالشارع، هو عمل كبير. الناس نعم. لحد الان من امشي بالشارع يقولوا لي حمامه خاتون. نعم. فايضا من العلامات الكثيره اللي موجوده. نعم. سينمائيا. سينمائيا. السينما هي لغز محير. هو اكثر تجربه كانت عندي في فيلم التجربه.